هو انا ليه كل ما اقول للناس على فكره جديده او مشروع جديد ما بينجحش؟ اكيد بيجي في دماغك ان انا محسود، واول حاجه بتروح تقولها في نفسيتك محتاج ان انا ارقي نفسي. اكيد محسود، اكيد الناس بصالي. ولا محسود ولا حاجه، ده هي حاجه عقلانيه وحاجه معروفه جدا في العلم النفس، انك انت مجرد ما بتحكي عن افكارك او عن شغفك في موضوع معين وبتشوف الانبهار في عيون الناس، بتاخد حاجه اسمها المكافاه المبكره، وانك انت بتكون كده لا اراديا مش عايز تعمل الحاجه دي، لانك بيجيلك شعور كاذب ان انا بالفعل عملت الحاجه دي، فانا مش مضطر ان انا احققها، لانك انت شفت الفخر والانبهار في عيون الناس المبكر لما انت قلت لهم ان انا هعمل وهنجح وهعمل كذا وكذا وحاسب كل حاجه. فعلا في ناس بتشوف اللمعه في عينيها وبتحس نفسك انك انت فعلا نجحت، وانت لسه نايم على سريرك ما عملتش اي حاجه. نصيحه قالوها لنا زمان: لا تخبر الناس بذهبك وذهابك ومذهبك. ما تقولش لحد معايا قد ايه فلوس، ما تقولش لحد انت رايح لفين، ما تقولش لحد مذهبك اللي هو اعتقاداتك في نفسك وثقتك في نفسك. دايما لا تخبر الناس بما سوف تفعله، دعهم يستمتعون بالمفاجأة. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث الشريف: اقضوا حوائجكم في السر والكتمان. وده برضو مش عشان الحسد فقط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، أخبرنا بذلك لأنه يعلم ذلك في النفس. عندما تخبر الناس بما سوف تفعله لا تستطيع فعله، لأنك أنت خلاص خدت المكافأة مبكرا. ونصيحة من أخ ونصيحة من مجرب: ما تقولش لحد أنت ناوي تعمل إيه، خليهم يستمتعوا بالمفاجآت. شكرا حبيبي.